السلام عليكم ورحمة الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. في الفيديو اللي فات بدأنا نتكلم عن الأوبريتورز، واتكلمنا على أول نوع منهم وهو الأرثمتيك أوبريتور. خلينا نكمل في الفيديو ده الأوبريتورز اللي عندنا، وهنبدأ أول حاجة بالأساينمنت أوبريتور. تعالى زي ما متعودين نبحث عليها assignment operator in C++. هنختار أول موقع عندنا اللي هو W3 Schools، وهندخل نشوف ايه هي الاوبريتورز اللي عندنا بتاعت الاساينمنت. ايه اساينمنت الاول؟ ان انت بتدي قيمه بتاعت حاجه بتديها لفاريبل عندك. هنبدا واحده واحده كده. اهي الحاجات اللي موجوده عندنا، احنا تقريبا هناخد مع بعض دلوقتي اول 6 منهم. الحاجات الخمسه اللي باقيين دول او الاربعه الباقيين دول هم حاجات متقدمه شويه، مش هتفيدنا دلوقتي، فخلينا واحده واحده نبدا باول 6 دول. هم دول اللي هيفيدونا دلوقتي. طيب اول حاجه بيقول لك x equal 5. ده الاوبريتور ده اسمه equal. ده نوع من واحد من الاوبريتورز اللي عندنا اللي هم بتوع الاساينمنت، اللي بيدي قيمه لحاجه معينه. لو انت قلت x equal 5 خلاص كده انت شلت القيمه 5 دي في الفاريبل x. تعال نبص عليها بكل بساطه. هو بيقول لك ايه؟ لو انت كتبت integer x equal 5 وحطيت بينهم علامه الايكوال دي اللي هي الاساينمنت اوبريتور ده، وكتبت 5، فهو هيدي للفاريبل اللي اسمه x ده القيمه 5. ولو جينا رنينا الكود ده وعملنا سي اوت للاكس هتروح المطبوعه ايه؟ 5 بكل بساطه. طيب الاوبريتور التاني اللي عندنا اللي انت ممكن تحس شكله غريب شويه، اللي هو لو جيت عملت بلس ايكوال. بلس ايكوال يعني ايه الفايده بتاعتها دي؟ تعال نبص على الكود كده هيعمل ايه. جه قال لك الاكس بتساوي 5. جميل جميل. بعد كده جه هنا راح قايل ايه؟ اكس بلس ايكوال 3، والناتج بتاع الاكس راح مطلع 8. ازاي؟ اقول لك ابسطها لك. تعالى كده، ده انا هكتب لك الايكويفالنت بتاع المعادله دي. يعني x بلس ايكوال 3 هكتب لك الايكويفالنت بتاعها اللي انت هتكون اللي هو هيكون مفهوم بالنسبه لك. ده يعني x ايكوال x بلس 3. لو احنا شلنا الكود ده وحطينا ده هيطلع نفس النتيجه. طيب ده ايه فايدته؟ اختصار مش اكتر، يعني ده هو شورت كات او اختصار لده. طيب هنا بيقول لك x هتجمع عليها حاجه. ايه هي الحاجه اللي هتجمعها دي بقى؟ تروح قايل له ايكوال 3. جميل. احنا طبعا عكسناه هنا وده غلط. يبقى ايه الاختصار ده معناه ايه عشان تكون فاهم وانت بتكتبه؟ اكس هتجمع عليها حاجه. ايه هي الحاجه اللي هتجمعها؟ اللي بيقول لك عليها اللي بعد اللي يساوي التلاتة. يعني هتاخد القيمه بتاعه الاكس دي وتجمع عليها 3. طب لو كانت في مثال تاني زي ده مثلا، كانت ماينس ايكوال، يبقى الاكس دي هتطرح منها القيمه اللي بعديها. بمعنى عندك اكس ايكوال اكس ماينس ايكوال 3، يبقى هتشوف الاكس بكام؟ الاكس ب5، تنقص منها كام؟ 3. جميل. يبقى هيطلع لك الناتج 2. يعني زي ما قلنا ده equivalent لايه او مكافئ لايه؟ x equal x minus 3. جميل جميل. زي ما فهمنا ان الماينس equal او بلس equal او تايمز equal اي حاجه equal، هي دي اختصار ليه؟ بدل ما تكتب x equal x ناقص 3، لا انت جيت هنا ورحت كاتب اكس. الاكس دي هتطرح لي منها. ليه قلت هتطرح لي؟ لان هنا ماينس. لو دي كانت بلس كنا نقول هتجمع لي عليها. هتجمع لي عليها ايه؟ هو الرقم اللي بعد اللي يساوي اللي بناخده اللي هو 3. تطرح لي منها 3. هتجمع لي عليها 3، هتضربها لي في 3. زي ده اهو بيقول لك هتضربها في 3. نشيل دول خلاص كده. هنا هو جه قال لك x times equal 3. زي ما قلنا المكافئ بتاعها x equal x times أو في 3. بكل بساطة أعتقد الموضوع كده واضح. لو جينا هنا قلنا الإكس دي بتساوي 5، أول ما تشوف علامة الضرب دي، ال5 دي اضربها لي في كام؟ الحاجة اللي بعد الإيكوال اللي هو 3. يبقى 5 في 3 ب15، وهتخزن لي الناتج بتاعها في إيه؟ في الإكس. عشان احنا لما جينا طبعا الإكس طلعت لي الناتج ده. ليه؟ لأن أنت كنت ممكن تقول لي طب ما نعملش كده ونعمل إيه حاجة تانية، بس دي هتبقى غلط طبعا. x times 3 صح؟ مش المفترض دي لو انت عايز تضرب الاكس في 3 تعملها كده؟ اه.
بس دي كده انت ما استفدتش منها بحاجه خالص. يعني ايه ما استفدتش منها بحاجه خالص؟ يعني لو جيت تطبع قيمه الاكس بعد كده هتطبع لك 5 عادي خالص. ليه مش هتطبع 15 لو انت كنت كاتب الكود ده؟ لو انت كتبت الكود ده مش هتطبع ب 15، لان انت القيمه اللي جات لك دي ما خزنتهاش في حاجه. طيب هنشيل بقى دي ولا خليها نجربها في حاجه تاني برضه. x divide equal 3 بكل بساطه خالص. هنا بيقول لك ايه؟ divide equal 3، يعني هتجيب الاكس تقسمها على التلاتة وتخزن القيمة بتاعتها في الاكس. زي ما قلنا لو كنا هنا كتبنا x divide 3، طالما احنا بقى عايزين نختصر كود يبقى باختصار اكتب ده اسهل. لا ده مش اسهل، هو ده اسهل فعلا بس ده مش هيديك نفس النتيجة. يعني انت هنا خدت القيمة الفاليو اللي طلعت لك في الاخر من قسمة الاكس على التلاتة ورحت مخزنها في الاكس، لكن ده مش بيعمل كده. ده بيقسم لك الاكس على التلاتة بس وبيديك النتيجة، بس هل هي متخزنة عندك في الميموري؟ لا خالص. الاكس دي هتفضل بنفس الفاليو بتاعتها لو انت كنت رنيت الكود ده. طيب وبنفس الوضع بتاعنا الموديلس. عندك الموديلس هنا ايه؟ x موديلس equal 3. تعال نرن الكود. بيقول لك لو انت عندك الاكس ب5 وعملت لها موديلس مع التلاتة هيطلع لك كام؟ هيطلع 2. ليه؟ اهو هي دي الوضع بتاعها الطبيعي بتاعها x equal x موديلس 3. جميل جميل. هيعمل ايه هو؟ هيروح جاي هنا يقول لك الاكس equal ايه؟ هيطلع يشوف قيمة الاكس من فوق 5 موديلس 3. جميل جميل. دي بتتعمل ازاي؟ لو احنا جينا عايزين نفكر فيها هنقول ان الاكس اللي هي ب5 بتساوي كام؟ 3. هي بتساوي 3 واحدة بس، والباقي بتاعها 2 اللي هو الجزء اللي هيتسبب في وجود كسر. جميل. يبقى احنا كده اتعرفنا ايه على ايه في الفيديو ده؟ اول 6 دول اللي هم الاوبريتور اللي احنا بنعمل بيهم assignment، وقلنا ان كل دول ممكن كنا نستغنى عنهم ونكتب x equal x plus 3 x equal x minus 3. بس ده ايه؟ ده شورت كات، اختصار، حاجة بتسهل الكود. جميل. طيب الحاجة اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي دي هي الاساينمنت اوبريتور. تعالوا نشوف الكومباريزون اوبريتور بالمرة. نطلع من ده خالص كده ونروح جايين هنا كومباريزون اوبريتور ان سي بلس بلس. تعالى ندخل عليه هو برضه اهو. بص بيقول لك ايه؟ equal. يعني ايه كومباريزون اوبريتور؟ العلامات اللي هنقارن بيها. طيب equal دي بتعبر عن ايه؟ ده مش بناخد قيمة الواي بنحطها في الاكس، لا، ده معناها ان احنا بنقول له هل الاكس equal الواي؟ طالما حطينا دبل equal كده equal. تعال نشوف كده. بيقول لك الاكس بتساوي 5 والواي بتساوي 3، وجينا راح قال لك الاكس equal واي. لا هي مش بتساوي، صح؟ المفترض يطبع لك ايه؟ يطبع لك صفر. ليه طبع صفر هنا؟ لان النتيجه بتاعه الكومباريزون اوبريتور، اي كومباريزون اوبريتور من دول بيرجع ايه؟ بوليان. يعني ايه بوليان؟ يعني يا ترو يا فولس، يعني يقول لك ده صح يا غلط. ما هو كده معروف اصلا. يعني انا بقول لك الاكس بتساوي الواي، هتقول لي ايه؟ هتقول لي اه يا لا. يبقى القيمه بتاعته الريتيرن تايب بتاعه هو يا اما ترو يا اما فولس. وزي ما قلنا ان احنا بنعبر عن الترو والفولس، الفولس بزيرو والترو ب1. جميل جميل. يبقى لما جه هنا قال لك x equal 3 x equal y، خد الاكس حطها هنا ب5 وخد الواي حطها هنا ب3. هل ال5 بتساوي ال3؟ قال لك لا، راح طبع لك زيرو. زيرو دي بتعبر عن ايه؟ زي ما كاتب لك هنا اهو false because 5 is not equal 3. جميل. عندنا اوبريتور تاني اسمه not equal exclamation mark و equal، يعني علامة تعجب وجنبها equal. ده بتقول لك ده معناه not equal. يعني لو جينا نفس الكود اللي فات ده كنا رنيناه قلنا الاكس not equal الواي. ده سؤال، هل الاكس not equal الواي؟ هيطبع لك true اللي هي ب1. ليه؟ ما هو ال5 ما بتساويش ال3،
فالنتيجة بتاعتها لو أنا قلت لك هل الخمسة مش بتساوي التلاتة، صح؟ هتقول لي اه صح. صح معناها ايه؟ ترو. ترو معناها ايه؟ بيعبر عنها بايه؟ بواحد. جميل. عندنا مين تاني؟ greater than x greater than y. ده سؤال، هل الاكس اكبر من الواي؟ اهي الاكس عندنا بخمسة والواي بتلاتة، هل الاكس is greater than y؟ قال لك true بواحد. ليه؟ لان الخمسة فعلا اكبر من التلاتة. طيب بعد كده عندنا less than. هل الاكس less than الواي؟ طبعا لك زيرو. ليه؟ لان الاكس عندنا اصلا هي ب5 والواي ب3، فالخمسة مش أقل من التلاتة، فراح طبع لك فولس اللي هي بيعبر عنها بزيرو. جميل. بعد كده عندك greater than or equal و less than or equal. يعني إيه؟ يعني هل الإكس أكبر من الواي أو بتساويها؟ أكبر من أو بتساوي الواي؟ تعال نشوف كده هو بيعمل إيه، الجواب بتشتغل إزاي. بيقول لك أهو x is greater than or equal y. هيطلع هنا ياخد الخمسة دي، هل الخمسة أكبر من أو تساوي الواي؟ طبعا لك واحد. ليه؟ لأن هي أكبر من. طب لو كانت دي تلاتة ودي تلاتة، هيجي هنا يتشك يقول لك التلاتة أكبر من أو تساوي التلاتة؟ هيقول لك أه ترو بواحد. ليه؟ لأن إحنا حاطين هنا الكونديشن بتاع الإيكوال. هنا ده فيه يا إما إحنا عايزين بنقول له هل هي أكبر منها أو بتساويها؟ لو دي لو أكبر من فهيديك ترو، لو بتساوي هيديك ترو اللي هي بواحد يعني. طيب وعندنا less than or equal. هل الإكس less than or equal الواي؟ الإكس بخمسة والواي بتلاتة. لا، الاكس لا اصغر منها ولا حتى بتساويها، هي اكبر منها اساسا، فعشان كده طبع لك فولس اللي هي ايه؟ زيرو. جميل جميل. يبقى احنا كده في الفيديو ده عملنا ايه؟ اتعلمنا اول حاجه الاساينمنت اوبريتور. والاساينمنت اوبريتور دي قلنا ان ليها اشكال مختلفه وهي مجرد اشكال بس، لكن كلهم بيقوموا بنفس الوظيفه. ونبهنا على حاجه مهمه جدا، x بلس ايكوال 3 مش هي x بلس 3. ليه؟ لأن في الحالة الأولى إحنا خدنا القيمة حطيناها في الفاريبل اللي هو اسمه إكس، عملنا أبديت للفاليو اللي موجودة جوه الإكس، لكن في الحالة التانية إحنا ما استفدناش بيها. جميل. وبعد كده اتكلمنا على الكومباريزون أوبريتور اللي هما الإيكوال والبلس إيكوال، الإيكوال والنوت إيكوال والجريتر ذان وليس ذان وجريتر ذان والإيكوال وليس ذان والإيكوال. الحاجات دي هنستفاد بيها في إيه؟ هنستفاد بيها كتير جدا. أنت دلوقتي أنا هحط لك هومورك كده في آخر الفيديو تبص عليه وتحله، والقدام بقى الحاجات دي هتكون مفيدة جدا معانا. يلا اشوفك الفيديو الجاي.